يتحرى عنك. السلام عليكم ورحمة تشابه اسماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا السيد الله. علي أعزائي، شابه. شلون صحتكم؟ نعم، حياك الله. تفضل أحمد. حياكم الله حياكم الله غاتي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ الله يعزك، الله يحفظك. الله يحفظكم ان شاء الله. يعني كما معلوم انه لا تقليد في العقائد، وكل مكلف المفروض في عقيدته ويكون عنده دليل في عقيدته. فيا استاذ، الامام المهدي عليه السلام من العقيده، فهل تستطيع ان تثبت لنا اثار الامام المهدي على مدار 1200 سنه؟ أنت صرخي؟ الان احنا نتكلم في العقيده يا استاذ، ولا تقليد في العقائد. سألتك أنت صرخي؟ نعم تفضل صرخي. تمام. هل الإمامية الاثنى عشرية يشترطون أن يكون هناك للمهدي آثار؟ يعني هو مو عالم استاذنا العزيز؟ سألتك سؤال. هل هناك أحدا من المذهب الاثنى عشرية الإمامية يشترطون يجب أن يكون آثارا للمهدي حتى يتم الإيمان به؟ حياك الله وبياك. القرآن أوجب ذلك، قال سبحانه وتعالى. أخي أنا سأل أخي الكريم، لا تقول لي القرآن بمفهوم. يا عمي سألتك سؤال، قل لي أكو ولا ماكو ثم ننتقل إلى مبحث آخر. القرآن يقول لا أنا سألتك سؤال، هل يوجد يا أستاذ اسمع سؤالي. نعم. وأتجب على سؤالي ثم ننتقل إلى بحث آخر. الآن هل هناك عالم من علماء الشيعة أو رواية عن أهل البيت تقول إن لا بد للإمام المهدي أن يكون له آثار حتى نعتقد بإمامته أو بوجوده، أو ماكو؟ نعم حياك الله وبياك. في الكافي للشيخ الكليني في الجزء الأول صفحة 54 عن الحسين بن محمد. لحظة. الكافي، هذا الكافي جيم الجزء الأول يلا صفحة 54. نعم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. خلاص. هذا أمر للعالم بأن يظهر علمه. فأين إظهار المهدي لعلمه على مدار 1200 سنة؟ تمام. ايش لها علاقة؟ أين هذا الربط بالإيمان بوجود المهدي؟ جيد جدا. إذن المهدي جاهل؟ يا أستاذ، أين الربط بين ظهور العلم وبين وجود الإيمان بوجود الإمام؟ الآن على كل عالم يظهر علمه. فعلى كل عالم يا أستاذ اهدى شوي. نعم. الآن أين الربط بين الإيمان وظهور العلم؟ جيد. الإمام المهدي عليه السلام هل هو عالم أو جاهل؟ هل هناك بالرواية ربط بين الاعتقاد بالإمام المهدي وظهور العلم ولا ماكو؟ اسمع يا أستاذ، عيد لك الرواية مرة أخرى. أنا قرأت الرواية وحافظها. فعلى العالم أن يظهر علمه. بس أريدك تهدى. الله يبارك فيك. فعلى العالم أن يظهر علمه. إذا ظهرت البدع فعلى العالم فليظهر العالم علمه. هل المهدي عالم أو جاهل؟ تمام، عالم. أين إظهار علمه على مدار اهدى شوي قبل هي. أين الربط بين الاعتقاد به؟ جيد جدا. هو عالم أنت أو تطالب ما عندنا مشكلة، يعني هذا ما له ربط بالاعتقاد، صح؟ لا أستاذي أحسن. اهدى شوي يا أخي. عالم أو ليس بعالم؟ عالم. والنبي عالم ولا مو بس اهدى الله يعزك. النبي عالم ولا مو عالم؟ النبي أكيد عالم. هذا اللي ينكر أحسن. بس اهدى شوية، مثل ما أنا أهدى أنت تهدى. النبي حبس في شعب أبي طالب. نعم. تفضل اعطيني علم بلغه النبي عندما حبس في الشعب ابي طالب. النبي هنا يتكلم على جيد. اسمعني شويه. تذكر بان النبي بلغ، والنبي هذا القرآن الذي بين ايدينا هو للنبي. هذا اثار النبي. فهل انت تريد انا اعيد لك سؤالي يا استاذ هل تريد ان تسقط اثار النبي؟ يا استاذ نعم، انا اسقط اثار النبي. طبعا هذا الكلام هو اقرار على انه المهدي كاتم للعلم على مدار 1200 سنه. لذلك انت اسقطت النبي في هذه الحقبه، في حقبه بال 45. منار السلام عليكم. تفضل ابو منار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله حبيبي. كيف حالك ابو محمد؟ حياك الله حبيبي يا ابو. الله يحييك الله يحييك. ابو محمد عندي سؤال اذا امكن. تفضل. حياك الله. ممكن تنطيني اثار الامام المهدي على طيله 1200 سنه؟ آثار الإمام المهدي، الإمام المهدي غائب الآن بأمر الله سبحانه وتعالى، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالظهور راح نعرف ماذا فعل. آثاره مخفية كآثار يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام عندما ألقي في غيابة الجب وراح إلى السجين وبعدين صار عزيز مصر ودخلوا عليه أخوته وما عرفوا أن هذا هو نبي الله يوسف عليه السلام. متى عرفوا أن يوسف كان يعمل، هو الذي فسر الحلم وهو الذي فعل ما فعل، بعد أن أذن الله له بأن يظهر نفسه. فعندما يأذن الله للإمام المهدي راح نعرف الآثار إن شاء الله. أوكي، حياك الله حياك. يلا حباب، حياك الله حباب. جواب يعني مفعم ومو يستطيع واحد يرد أبدا ما يستطيع واحد يرد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ حياك الله. الآن اثبت لي بأن المهدي في السجن لمدة 1200 سنة. تفضل. ليش هربت من النقاش؟ ما هربت أنا من النقاش. ليش هربت من النقاش؟ لا هربت ونزلتني مباشرة. الأمثال أنت بتفهم. لو كنت تفهم ما قلت لي اثبت لي أن المهدي في السجن. أنا الأمثال تضرب ولا تقاس. الأمثال تضرب ولا تقاس ولا مشاحة في الأمثال، لأنك بتفتهم من تسألني هيك سؤال، دليل على أنك ما تفهم ودليل على أنكم حشرتم بالرد. يا حبيبي السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أطلب آثار المهدي لمدة 1200. يا رجل جاوبناكم بإجابات واضحة. المهدي عندما يأذن الله له بالظهور راح نعرف كل الآثار اللي ترتبت. الكلام مو بالظهور، الكلام مو بالظهور عزيزي. الكلام مو بالظهور، الكلام بالآثار. اسمع ده أقول لك. اسمع الآن. اسمع. صير آدمي واسمع. أنا آدمي. أبو محمد حياك الله. حياك الله حبيبي. أقول لك أنت إمامك يوسف عليه السلام لو المهدي؟ لا، يوسف عليه السلام هذا بحالة من حالات الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هي حالة من الحالات. أنا راح أعطيك أثر. اسمعني. اسمع الآن. اسمع الصبعة الآن. اسمع الصبعة. وين الصبعة؟ اسمع الصبعة الآن. اسمع راح أعطيك الصبعة الآن على أن المهدي موجود. أنا أريد آثار المهدي. اسمعني الآن والأخرى. هذا اتفاق بين السنة والشيعة على أن المهدي موجود. يلا علي خليني أجاوب. حياك الله. احنا متفقين ابو محمد، احنا متفقين المهدي موجود، لكن وين علمه؟ آثاره وينها؟ آثار لولا المهدي لساخت الأرض بأهلها. إذن المهدي موجود. الكلام مو صحيح هذا. كلام صحيح هذا عند السنة والشيعة اتفاق. أنك اسمع كتب السنة تقول. اسمعني زين. كتب السنة تقول مخالف للقرآن. كلامك عزيزي مخالف. اسمعني. ما تسمع الله وياك. يلا شو اسوي انا؟ صدرك كبر قلبك ما يخالف. السلام عليكم. انت ابونا ان شاء الله. الله يحفظك. الله يخليك. يعني صعب التعامل وياهم. ابو محمد الارض خلت بين عيسى ومحمد. لا الان انا دا اتحدث الان. اسمعني زين. ما تقبل تسمع. انزل ما تسمع. عقلكم راحوا الى عيسى ومحمد. بين عيسى ومحمد شايفين ده انت عداهم بالبثوث مال من عندهم. هذا اللي يقول اعطينا اثار المهدي. انت هسه اعطيتك اثار المهدي، شلون تعرفها هي اثار المهدي؟ فهمني. هم راح تقول لي شنو الدليل؟ لا ابو الاثار مو يردون اثار. هاي هو هذا الاثر. هذا اهم اثر من الاثار. ان الكره الارضيه قائمه الى الان، وهو الان موجود على الكره الارضيه وعايش على الكره الارضيه. هذا هو الاثر المهم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي. محمد وآل محمد. حياك الله أبو محمد. إذا أنت واثق من آثار المهدي ليش تهرب وما تناقش؟ يا أخي أنا جاوبتك. هذا أثر المهدي. الآن الكرة الأرضية موجودة. هاي آثار المهدي. قراني لأنه كاتم للعلم. لا مو كاتم للعلم. العلم. أين العلم الذي كتمه؟ يا علم كتمه. وين العلم اللي كتمه؟ شنو؟ انطيني الآثار مالته لمدة 1200 سنة. أنا أقول لك الآن أي علم كتمه. أنت جاوبني أي علم كتمه. علوم أهل البيت
في العبادات والمعاملات كلها موجودة عندنا. أي جيد جدا الإمام ما جيد عندنا جدا شيء إذا ما نحتاجه. لا جي الله ينصرك. يستحون. صلاتنا نفسها، صومنا نفسه، عباداتنا معاملاتنا كلها ما تتغير، نفسها باقية. لكن الإمام يأتي مبسوط اليد يطبق شرع الله. سافتهميت الإمام الحجة أن بقاء الكرة الأرضية إلى اليوم. تفضل يا محمد. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد بالأصول 16 الإمام صادق يقول من يقول لا تخلو الأرض من الحجة كاذب. يا رجل ده أقول لك الآن أنا ما احتجيت بهذا. أنا الآن ده أبين لكم الآن أثر من أثر الإمام المهدي. الآن من آثاره أن الأرض قائمة به إلى الآن. أنت أعلم له الإمام الصادق أبو محمد. اسمعني زين. إذا تقاطع نسلك، إذا ما تسمعني وتقاطع نسلك. الآن عند السنة أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 إمام أو 12 خليفة. الآن الخليفة الثاني عشر مضى أو لم يمضي؟ الإمام الثاني عشر الذي تعتقد به هو مخالف للقرآن. يا رجل أنت تعتقد به مخالف للقرآن. يلا بابا يلا حبيبي يلا حبيبي يلا روح مخالف للقرآن. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. شيخنا العزيز، لكل إمام أثر يدل على علميته وعدم مخالفته للقرآن الكريم. فأين آثار الإمام المهدي عليه السلام؟ على مدار 1200 سنة أو 1000 سنة. حياك الله أهلا وسهلا بك. الآن أنت صارخي أنت؟ الكلام في العقيدة يا شيخنا، الكلام في العقيدة ولا تقليد في العقائد. تفضل يا شيخ. والله أنا قلد بالعقائد. علي شو تريد؟ بس الطمجال عليه امامي ما ادري طافات حكي الساعه تسلم علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. هلا مولاي وعلي وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله وبياكم، جمعه مباركه وعظم الله اجوركم. عظم الله اجوركم مولاي العزيز. شلونك حبيبي؟ الله يحفظكم ان شاء الله، وجمعه مباركه بحق محمد وال محمد الجميع ان شاء الله. الله يديمكم ويعزكم ان شاء الله. اذا ممكن مبارك ان شاء الله. تفضل حبيبي. الله يحفظكم الله يحفظكم. يعني كما هو معلوم لا تقليد في العقائد، فكل مكلف، وهذا يعني اللي وصلنا عن ائمتنا عليهم السلام، كل مكلف يجب ان يتسلح بالعلم. لذلك الامام الصادق عليه السلام قال لو وجدت شيء يعني هكذا يعني جعفريا لا يتعلم او لا يتفقه لضربته على ظهره. الائمه عليهم السلام يحثون على الدليل وطلب الدليل وطلب العلم. والائمه عليهم السلام يعني من النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الائمه عليهم السلام كلهم لديهم اثار، لديهم علم، لانهم يطبقون القران ولا يخالفون القران الكريم. فهل يوجد آثار للإمام المهدي عليه السلام على طيلة هذه الفترة التي غاب بها، وإلا يكون مخالف للقرآن يعني؟ أخوي كملت؟ نعم تفضل عزيزي. تقدر تجينا بعد العشر؟ بعد شنو؟ بعد 10 محرم؟ ماكو مشكلة إن شاء الله. لأن أنا أحكي لك أنا بالنيابة عني وعن أخوتي الحاضرين، إحنا أقسمنا ما نتناقش ولا ندخل بنقاش الا بعد العاشر، الا بعد مصيبه الامام الحسين. الله يحفظك. احنا اسفين يمك واعتذر انا بالنيابه عنه وعن اخوتي. ان شاء الله ان شاء الله. انا اصغرهم طبعا وما يصير احكي بمكانهم. حياك الله. اتشكر منك وعلى راسي. فدوى قلبك حبيبي على راسي. الله يحفظكم ويعزكم ان شاء الله. ولا تنسونا من دعواتكم. ما تنسونا من دعواتكم. ان شاء الله. احفظ البيت وتعال لنا ورا العاشر شل عيوننا. ان شاء الله حفظت البث ثاني وتابعتكم كلكم واخوه واعزاء تاجركم كلكم. الله يحفظك. اخ عزيز واتشرف فيك على راسي. انتم الشرف يا عزيزي، انتم الشرف. في امان الله. فدوى قلبك. في امان الله. في امان الله اخي العزيز. يا حبيبي يا حسين، اللهم ربي يرحم امواتكم واكسبتونا الدمعه على السيده زينب. اللهم ربي يجعل اجركم على مولاتي الزهراء. الله يبارك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله. مولانا بس نظام طالب قيس الصعده ورحمه الله وبركاته. حياك الله. اخ احمد حبيبي تفضل.
حياك الله شيخنا العزيز، حياك الله. حياك الله يا عزيز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا رواية عن علي بن أبي طالب عليه السلام، إنه قال: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناجح، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. أهل النار. فيا شيخنا العزيز، الإمام المهدي عليه السلام عالم، فأين علمه على مدار 1200 سنة؟ هل له أثر؟ هل له آثار على مدار 1200 سنة حتى لا يشمل بأدلة بأنه تارك العلم وخارج عن التكليف ولم يطبق الآيات والأحكام القرآنية؟ تفضل شيخنا. نجيك للجواب. المشايخ راح يجاوبونك، بس عندنا أخ مخالف من مسان طالب قيسته، أنا مخليه منتظر. الأخ كان بالسرة. جزاك الله خير أحمد صالح، إذا تسمح لنا بس بخصوص موضوع البث ناخذ الأخ نظام، بعدين نرجع لك إن شاء الله ويأتيك الجواب بإذن الله سبحانه وتعالى من المشايخ. أخ نظام. شيخ عماد، هل يوجد جواب على سؤالي؟ الأخ سعد، أنا طارح سؤال يا عزيز. يعني شيخنا أنت ما عندك جواب؟ ما عندك جواب على عزيزي؟ أولا أنا طارح أخي الكريم، أنا جاوبت. لا عزيزي، جوابك يم الشيخ عباس، وانا قلت له بعد ما نكمل ويا نظام ويجاوبك واستخلص من عندك. اتفقنا وياك نكمل المداخله ونرجع نجاوبك لو لا؟ ماكو مشكله، انا راح اكتم وانتظركم. تفضلوا. تفضل شيخ عباس. اخ نظام، حينما يكمل الشيخ نرجع. سيد وين نزل؟ نسال على محمد. سؤال الاخ الكريم سأل، قال اليوم اين علم الامام صلوات الله عليه؟ هل هو موجود؟ لا، إلى آخره. جزاه الله خير الجزاء على هذا السؤال. خلينا نبين هذا السؤال شوية، أشوفه أنا هاي الفترة تتناول بعض الناس حقيقة. الأستاذ الفاضل الأستاذ أحمد سأل سؤال، قال هل علم الإمام موجود؟ اليوم نستفاد منه إحنا الشيعة، تستفاد منه؟ أي نعم. شلون نستفاد من علم الإمام؟ بس هذا أريد له شوية شرح، هذا السؤال أريد له تبسيط شوية وأريد له الشرح شوي، أريد وقت من سماحتك تسمعني أخي. أولا، الإمام حي وغائب؟ نعم. ولكن يكون شاهد على خلقه؟ نعم. يمارس دوره الخفي في حفظ الدين وهو وارث العلم الأنبياء والأئمة؟ نعم. تأكد أكو رواية هكذا؟ نعم. يبين لنا الإمام صلوات الله عليه، الإمام الصادق عليه السلام، قال أن العلم الذي نزل مع آدم لم يرفع، والعلم يتوارث، وكان علي عليه السلام عالم هذه الأمة، وأنه لم يهلك منه العلم بل قط إلا ما خلف من أهله، أي من العلم مثل علمه أو ما شاء شنو؟ ما شاء الله. الكافي الجزء الأول صفحة 255. كذلك هل الإمام عليه السلام يختص بالجواب المعني؟ يعني اليوم علمه موجود، جاوب الناس، بين للناس، وضح للناس. اي نعم. شلون وضح الامام سلام الله عليه؟ اولا لو راجعنا على الشرائع والاحكام ما يحتاج اليه الناس، الامام صلوات الله عليه بجانب السفراء الاربعه بين هذه الفتره قبل وقوع الغيبه الكبرى، كما قال، أي بمعنى وقعت الغيبة الكبرى، وهذه الغيبة متعلقة بأمر إلهي، كما جعل الله غيبة يوسف، وكما جعل الله عفوا غيبة يوسف وغيبة موسى وغيبة شنو؟ يونس عليه السلام كذلك. خفائل وأنا خدمتك. تفضل. على هذه الأجوبة، وإن شاء الله أنا كتبت يعني بعض الأمور. طبعا في البداية أنت ثبتت الآن بأنه للمهدي أثر عليه السلام، يعني للإمام المهدي عليه السلام أثر وآثار، وهذه الآثار اختصرت في الغيبة الصغرى. وقلت من هذه الآثار هي قضية التوقيعات. الآن لو أتينا إلى معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمه الله في الجزء 18 الصفحة 220 في ترجمة الشيخ المفيد تحت عنوان محمد بن النعمان العلي بإملائنا وخذ ثقتنا فأخفه عن كل أحد
وأعطوه وأجعل له نسخة يطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا شملهم الله ببركتنا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. والتوقيع يقول والتوقيع الثالث مفقود ولم تصل إلينا صورته. وأما هذان التوقيعان أي التوقيع الأول أو التوقيع الثاني اللذان ذكر في الصفحة السابقة فقد ذكرهما الطبرسي في الاحتجاج في الجزء الثاني في توقيعات وارد من الناحية المقدسة. أقول هذه التوقيعات لا يمكننا الجزم بصدورها من الناحية المقدسة، فإن الشيخ المفيد قدس سره قد تولد بعد الغيبة ب7 أو 9 سنين، وموصل التوقيع على الشيخ المفيد قدس سره مجهول. هذا الشيخ المفيد جزم بقرائن أن التوقيع صدر من الناحية المقدسة إلى آخر الكلام. يعني أنا ما أريد أخوض في هذه القضية يعني الآن ثبتنا بأن الإمام المهدي عليه السلام يستطيع أن ينذر ويستطيع أن يبشر ويستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يبشر وينذر. انتقلت إلى قضية يونس عليه السلام ويوسف عليه السلام. يعني الآن يا شيخنا الكريم هاي العلة عفوا أنا ما أريد أقاطع سماحتك، العلة من الغيبة تناولتها على مود الناس استفادة مو سماحتك عفوا أنا تستبين للناس. نعم شيخنا العزيز، يعني هو إن شاء الله حوار ونقاش وإحنا نريد نصل به إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، لأنها عقيدة ولا تقليد في العقائد. أصحاب يعني قضية يوسف عليه السلام والأنبياء اللي ذكرتهم أستاذنا العزيز، كل مثال تأتي به فهو مثال جزئي لا ينطبق على المهدي عليه السلام. لماذا؟ إلا إذا أثبتت أنه وصف على المهدي بصورة عامة ومطلقة. يعني يعني على سبيل المثال تقول أصحاب الكهف ونومهم، فيجب أن تثبت أن الإمام المهدي عليه السلام نام على طيلة 1200 سنة. وإن قلت أنه في بطن الحوت ليونس، فيجب أن تثبت أن المهدي عليه السلام في بطن الحوت على طول 1200 سنة. ويعني حتى قضية النبي يوسف عليه السلام، فعليك أن تثبت أن الإمام المهدي عليه السلام مسجون على طيلة 1200 سنة. ومع كل هذه الأمثلة فإنه توجد آثار لأصحاب الكهف، وتوجد آثار ليونس عليه السلام، وتوجد آثار للخضر عليه السلام، وتوجد آثار ليوسف عليه السلام، لكن لا وجود للآثار للإمام المهدي عليه السلام على طيلة 1200 سنة. يعني الغيبة الكبرى، نحن نتحدث عن الغيبة الكبرى. هل يوجد آثار للإمام المهدي عليه السلام على طيلة 1200 سنة أو 1300 سنة أو 1100 سنة؟ لا يوجد. يعني حتى قضية الأنبياء وآثار الأنبياء، يعني آثار الأنبياء، يعني عندما تتحدث عن آثار الأنبياء فنحن عرفنا بوجودهم وأدائهم للرسالة من خلال القرآن. وهل الأنبياء الذين ذكرتهم، يعني أنت ذكرت مثلا يونس عليه السلام أو ذكرت العبد الصالح، هل هؤلاء أئمتك الآن وحجتك أو الإمام المهدي هو الحجة الآن؟ فنحن يا أستاذنا العزيز عندما تكلمنا عن الإمام المهدي عليه السلام هل يوجد بس شوي على كيفك اسمح لي أبين. لا هو أنا خلصت، يعني هاي آخر مفردة. يعني في الغيبة الكبرى يعني الغيبة عفوا فقط أكمل هاي الجملة شيخنا يعني حتى أتتمم جوابي. الغيبة لا تستلزم كتم العلم، يعني أثبت هذه القضية. الغيبة لا تستلزم كتم العلم. لماذا؟ لأنه أنا الآن أنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك، مع ذلك أنا الآن اعطيني دليل. عفوا أستاذ أحمد طيب نعم. الله يعلم كرامك ويعطيك الصحة والعافية بحق زيارة. أولا أنت ابن علي بن أبي طالب وهذا يجيني فخر. أنا المسألة الأولى أريد بس دليل على كلامك أنه يلزمه تبيين العلم، بس هذا أريد دليل. تفضل. جيد جدا، سؤال جميل جدا. يعني لا خل أوضح المسألة، خل أوضح السؤال عشان الناس تستفاد. أريد دليل على أن الإمام في غيبته الكبرى يستلزمه شنو؟ إظهار العلم إلى الناس. أريده من روايات أهل البيت. تفضل. طيب جيد، أحسنت شيخنا العزيز. أولا عن الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الكافي لشيخ الكليني في الجزء الأول صفحة 44 باب استعمال العلم. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك. وإن أهل النار
ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. أيضا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعل أستاذ أحمد، عفوا المقاطعة، وين يتكلم يا عالم يا عالم. هل نتفق أنا وأنت الآن بأن الإمام المهدي عالم أو جاهل؟ خلينا نروح نبين أنا وياك أخي الكريم. اسمعني شوية مثل ما سمعت سماحتك، الله يعطيك الصحة والعافية واحترام وإجلال سماحتك. طبعا بيناتنا يزيدنا فخر إن شاء الله وشرف، وهاي العقلية من الشيعة إن شاء الله. ما شاء الله. أنا شيخنا، وأيضا عندي مداخلة بعد جنابه. تفضلوا شيخ. خدمة. أولا أستاذنا الفاضل يبين في روايات رسول الله وأهل البيت أن تقسيم العالم بمعنى علم اكتسابي، وهذه إشارة الحديث لإمامنا كذلك ورسولنا قبل ذلك. المقصد هو العلم الاكتسابي الذي يكتسبه العالم، يعني مثله مثل أمثال، يعني دي ما عندي شيء بمعناها يقصد بها العالم الاكتسابي، وليس العلم الذي جعله الله. مثلا مثل قضية مثلا يونس، عفوا قضية مثلا الخضر صلوات الله عليه، مثلا قضية منه بعد الإمام صلوات الله عليه، قضية اليوم مثلا الأنبياء، وقضية اليوم مثلا لأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. المراد بالحديث يقصد فيه العالم، أي بمعنى العلم الاكتسابي، وليس العلم كما أشار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: الناس ثلاث: عالم وجاهل، عفوا ومتعلم على سبيل النجاة وجاهل، وإلى آخره. الجهال لا ما أذكر الحديث لأن فيه فد مسألة أنا ما أذكر إلى آخره. بمعنى أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقسم الناس إلى ثلاث. هل هو المقصود فيها بمعنى العين؟ أكو قاعدة خاصة أستاذنا الفاضل، هاي فاتتك عذرا، وهذه القاعدة تكون خاصة في رسول الله وأمير المؤمنين وأهل بيته إلى صاحب العصر والزمان، بل هم منبع العلم، كما قال رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أي بمعنى نحن المدينة، بمعنى كل من أراد أن يتعلم فليأتي من بابها، أي بمعنى العلماء الذي يشير به الحديث العلم الاكتسابي الذي يكون من قبل الناس مثلي ومثل أمثالي. أنا بخدمتكم. سؤالك كان لا يستلزم كتم العلم في الغيبة الكبرى، صحيح هكذا كانت الصيغة؟ نعم. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأخ أحمد صالح الأخ الفاضل سأل سؤال: لا يستلزم كتم العلم في الغيبة الكبرى. نقول: هل الغيبة الكبرى تستلزم كتم العلم؟ الجواب: لا، الغيبة الكبرى لا تستلزم كتم العلم بشكل كامل، بل هي تستلزم كتم بعض أشكال التبليغ العلني أو المباشر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لا انقطاع العلم عن الأمة. التوضيح في 3 نقاط. النقطة الأولى: العلم لا يكتم، لكن طريقه تغير. الشيعة لا يعتقدون أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قد أغلق باب العلم أو امتنع عن رعاية الأمة علميا أو روحيا، لكن في زمن الغيبة الكبرى تغير نمط التواصل، فلم يعد الإمام يظهر علنا ويعلم مباشرة كما في زمن الأئمة السابقين عليهم السلام. النقطة الثانية: العلم مستمر عبر النواب العامين الفقهاء بحسب الحديث المعروف عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. التوقيع الشريف للغيبة للطوسي. هذا النص يظهر أن العلم لا يكتم، بل ينقل من خلال الفقهاء والعلماء العدول الذين يمثلون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في زمن الغيبة الكبرى. النقطة الثالثة: كتم العلم المحرم. هناك روايات عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنت أشرت بهذه الروايات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شد التكبيس الله يرحم والديكم، تكبيس وشير وان قبل بدء المناظرة الله يرحم والديكم. عليكم السلام أخونا الفاضل. حياكم الله، حياكم الله مشايخنا الأعزاء.
عليكم السلام، حياك الله ذو الفضل. حياكم الله حياكم الله. مشايخنا الاعزاء، سؤال تكرر كثيرا لكن لا يوجد جواب لحد هذه اللحظه. اين اثار الامام المهدي على طيله 1200 سنه في الغيبه؟ او هو كاتم للعلم؟ اولا الاثر الاول نعيشه في وقتنا الحاضر، لولا الامام لساخت الارض باهلها. تفضل. الامام الصادق عليه السلام يكذب هذا الكلام ويقول من يقول هذا الكلام كاذب. اين قال الامام هذا الكلام؟ نعم، فقط اعطيك المصدر. اخ ده سنه مولانا ولا ايه؟ هذول الصرخيه. زو فكرتهم صرخ يا مولانا صح؟ نعم. دكتور يا حبيب انزل. ما تستحي، ولو تستحي كان ظهر لها زين، بس هاي الأمة ما تستحي. المهم عفونا من عند هذا. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لأبو بكر عنده آثار، لكن وين آثار المهدي ابن الحسن العسكري؟ تفضل. شوفوا سمعني ما بسولف. أنا صعدت وياك ورديت صعدت وياك لأن أنت هربت أمام الجبل. كل خرا. انزل. هذا نفسه إدريس، هذا عبد الرحمن نفسه إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. شيخ أحمد، إيش عجب فاتح بث وأنت لحد الآن ما قدرت تثبت آثار المهدي عليه السلام على طيلة 1200 سنة؟ تفضل لا تهرب. تفضل لا تهرب. تعال خل يا اخوان شو جاي ينزل؟ رايح جاي ينزل. والله أنا خليني شنو هذا؟ بهذه المهاترات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. حياك الله وبياك اخونا علي حبيبي. الله يوفقك ان شاء الله، الله يحفظك، الله يديمك. يعني كما تعرفون يعني العقيدة ليس فيها تقليد، فالسؤال في العقيدة مهم جدا لتنقيح العقيدة. فسؤالنا الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر الأئمة عليهم السلام بأن يبلغون ويعطون الآثار العلمية والعملية، وإلا ما حاجة الإمام إذا كان بلا علم يعني. فهل توجد آثار للإمام المهدي عليه السلام على مدار 1200 سنة أستاذنا العزيز؟ أستاذ أمير حد مرخصك أستاذ أميري. أستاذ أميري سيدنا أستاذ محمد. سؤال في العقيدة يا أستاذنا، سؤال في العقيدة. هو في العقيدة أيضا، من العقيدة أنتم كنتم مع الحمير، ما زلتم أم خرجتم؟ بفضل الله سبحانه وتعالى خرجنا من القطيع، ونحن الآن نصعد معكم للنصيحة. اكتفيت بدون تعليق. أبوك وأمك طلعوا من القطيع لو بعدهم؟ العزيز هاي عقيدة، اللي يطلع لنفسه واللي يبقى لنفسه. أستاذنا جاوبتك وليد أبويا جاوبتك يا سيد أحمد. هسه يعني أمك وأبوك بعدهم بالقطيع؟ لا، هم خرجوا من القطيع. الآن وين آثار الإمام المهدي عليه السلام؟ تفضل. أي أكيد تفضل. أكيد طلعوا. أي طلعوا والحمد لله رب العالمين. وأنا جاي أنصحكم بأنه تنطونا آثار الإمام المهدي عليه السلام. تفضل. حلو. أنا مرصة الإخوان طبعا. قبل أنتم كنتوا تقولون كان الإمام المهدي موجود، وهسه غيرتم طلعتوا من القطيع، والحمد لله والشكر طلعتوا من القطيع. الحمد لله والشكر، ألف الحمد لله والشكر إنه الله طلعكم من عندنا. الحمد لله. نعم، كنا نقول بالمهدي، لكن عندما علمنا بأنه مفارق للقرآن، عندما علمنا بأنه مفارق للقرآن ومخالف للقرآن وكاتم آيات الله سبحانه وتعالى، فمن غير المعقول يا سيد أحمد بأنه نتبع إمام ليس له. اهدأ سيد أحمد، اهدأ. مو عسبالك من تحكي سبع بابا. اهدأ سيد أحمد، اهدأ. ايش بيك؟
انا سالت سؤال يعني هسه لما يجي واحد ويقول هل لله شريك، هذا السؤال تام لا مو تام؟ وكذا ايش مطي؟ يعني الان هذه اثار المهدي، هذه اثار المهدي السب والفحش، هي اثار المهدي، هاي اثار المهدي السب. ما دام راح تنطيني الاثار ابقى وياك للصبح. تفضل. يلا هسه اهدى. يلا تفضل سيدي. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. احنا ثابت عندنا وعندك انت يا خرجت من القطيع اللي شلت قطيع وخرجت من عنده، ثابت عندك الإمام المهدي. أريد من عندك حديث عن النبي أو واحد من المعصوم يجب اتباع الإمام بآثار الإمام المهدي بالذات. أريد تعطيني أمر، حديث، رواية بيجب اتباع آثار الإمام المهدي. فهمتني لو لا؟ وخصوصا أثناء الغيبة أو مو أثناء الغيبة، بعد مثل أثناء وجودها. تفضل إذا ماكو زحمة. حياك الله ابويا. لا تعلق لي من نفسك تعليق، انت عندي رايك ماشي في السير. حياك الله يا سيد احمد، حياك الله وياك، حياك الله. في الكافي للشيخ الكليني في الجزء الاول الصفحه 44 باب استعمال العلم، عن علي بن ابي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. وأيضا في الكافي للشيخ الكليني في الجزء الأول الصفحة 54 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فقط خل أبين لك الحديث. الإمام المهدي وينه؟ تقول الإمام المهدي. جيد جدا. الإمام المهدي، كلمة الإمام المهدي. هذا أولا ما جاوبت عليه هذا السؤال. هل الإمام المهدي عالم؟ هل الإمام المهدي عالم أو لا؟ نرجع عندنا البداية. لا عندنا لا أنت أنا جاوبك على سؤالك. هل الإمام المهدي سيد أحمد هل الإمام المهدي عالم أو لا؟ أنت طلبت مني دليل بأنه يجب أنه له آثار. سألتك الإمام بابا لا ترسل بس. لا يا أستاذ أنت غير رد الدليل. الآن ماذا تقول في هذه الرواية؟ بابا هاي الرواية ما موجودة. لا ما موجودة؟ بس موجودة. ما موجودة؟ لحظة تطبق على الإمام المهدي. كيف؟ لا سيدنا. إذا الإمام المهدي مو عالم. إذا ما تنطبق. هاي الرواية ما موجودة، ثبت لي إياها أول شيء. جيد، دقيقة خلي أفتح لك كاميرا. ابقى قدامك الجزء الأول. جيب. وين الروح؟ في شيخ الكليني الجزء الأول. أي الروح الصفحة. انزل بعد انزل يقلب الصفحة. دقيقة ابقى. بس هذا شنو الكتاب؟ الكتاب الكافي المؤلف الكليني الجزء الأول الوفاة 329 المجموع مصادر الحديث الشيعية قسم الفقه تحقيق تصحيح وتعليق على الطبعة الخامسة سنة طبع 1363. هسه وين الروح الصفحة 44. هسه باب استعمال العلم عن محمد عن أحمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في كلام له: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فلا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم. إذا كان الإمام المهدي عليه السلام غير تارك لعلمه فأين هذا العلم على مدار 1200 سنة؟ وإذا كان تارك لعلمه فهو مشمول بهذا الحديث بأنه يتأذى أهل النار من ريحه. اتفضل يا سيد أحمد. عليه السلام تريد دليل بأنه دليلك لحد الآن ما موجود. يعني مو عالم الإمام المهدي؟ مو عالم الإمام المهدي؟ الإمام المهدي عالم أو غير عالم؟ تفضل أستاذ العزيز. هي على أستاذ علي زاهر. عالم وإمام معصوم. جيد جدا، عالم وإمام ومعصوم. أين علمه على مدار 1200 سنة؟ تفضل.
آثار العلمية والعملية. شو تريد من علمه يعني؟ شو مثل ايش؟ شو تريد؟ آثار علمية والعملية، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، صلاته، حجه، صومه. عندك شريف من عندك، أريد آثار وحدة، أريد أثر واحد عندك أنت كمعتقدك الصرخي للإمام محمد الجواد، حتى صغت لك إياه عندك في مثل. يعني هسه أنت الإمام الجواد ما عنده آثار؟ في معتقدك ما عنده آثار، جيب لي علمه. معتقدي أنا شيعي أستاذي، إيش بيك أنت؟ أنا شيعي، أنا عندي الإمام الجواد، أنا عندي الإمام الجواد موجود وعندي الإمام. باور تسمعني عادي أخونا، أريد من عندك في معتقدك آثار الإمام الجواد، في معتقدك الشيعة الاثنا عشرية، كل الكرة الأرضية تعرف الشيعة اثنا عشرية، فأنت مو شيعي، قول أنا صرخي، أنا أقلد 11 إمام مو 12، الشيعة معروفين 12. روح اسأل أي واحد، اسأل الكافر، قل له شنو الشيعة، يقول لك عندهم 12 واحد يعبدونه، فأنت ما تعبد 12 واحد مثلنا، فأنت مو شيعي، أنت صرخي، قول أنا صرخي أفتخر، هذا عقيدتي أفتخر بيها، أنا صرخي، قول أنا صرخي، هيك احكيها وقول، شو اريد من عندك انت يا الصرخي؟ اريد من عندك في عقيدتك انت الصرخيه تقول اريد اثار للامام المهدي، هاي بس تفضل. اريد من عندك تجيب لي اثار الامام الجواد عليه السلام. حياكم الله وبياكم يا اخواني الاعزاء. الاخ امير الشيعي سقط الامام الجواد عليه السلام لاننا طالبنا باثار الامام المهدي عليه السلام. الآن هو ما أعلم يعني كيف هو شيعي ويسقط الإمام الجواد عليه السلام. عندنا مسند الإمام الجواد عليه السلام، مسند الإمام الجواد عليه السلام. مسند الإمام محترم، مو تريد آثار الإمام الجواد، هذا مسند الإمام الجواد، هذا مسند الإمام الجواد. بس أريد شغلة واحدة، بس أريد شغلة واحدة، العفو. بس هذا مسند الإمام الجواد، هذا كتاب للإمام الجواد، مسند وين آثار الإمام الجواد؟ وين آثار الإمام الجواد؟ تسمعني ولا لا؟ هاي كتب، هاي شيعة، هذول شيعة. اليوم استاذ امجد، انا بس اريد اعرف بس شغله واحده، بس شغله وهي بس اريد كم شغله. هسه واحد اذا غايب عن الانظار شلون تريد اثاره؟ بس فهمني. اي غني حيشر، الان انا غايب عنكم اثار غيب. الان اسمع عمي، هو يريد يقول لك اسمع السلام ورحمه الله يا عم. السلام عليكم. هو راد اثار الامام المهدي بهدوء صعدوا لي بدون زحمه عليك وحطيه انت. اي بس انا اعرف شغله. هسه استاذ امجد عمي منتظر سيدنا الغالي. هسه انا اذا غايب عنكم، اذا انتم ما تشوفون شو تقولون؟ ممكن واحد يعطيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أعرف أستاذ أمير، أنت ردت آثار الإمام الجواد وأنا ردت أعطيك آثار الإمام الجواد، ليش تنزلني؟ يلا وين؟ أريدها من كتبك مو من كتبي كشيعي. جيد جدا. نعم حياك الله. أنا شيعي وعندي مسند الإمام الجواد عليه السلام. الآن هل تنكر مسند الإمام الجواد يا أمير؟ أنا بدي أجاوبه، قال أريد آثار الإمام الجواد، عندي آثار الإمام الجواد، الآن أعطيني آثار الإمام المهدي عليه السلام، تفضل. ولا قوة إلا بالله. تفضل إدريس أحمد، حياك الله أخونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. السلام أخونا إدريس، حياك الله. شيعي سني أخونا؟ نعم شيعي. أدعوكم لمناظرة أو مناقشة في آثار الإمام المهدي عليه السلام على طيلة 1200 سنة. أدعوكم لمناظرة أو مناقشة في آثار الإمام. يلا انزل أنت وشوف آثار أبوك وأمك، بعدين تعال اسأل عن آثار الإمام المهدي. يلا انزل يلا. شوف المناظرة شلون قبل لا تتكلم طيرناك. يلا. الاخ المحترم علي الزاهر، حياكم الله وبياكم، حياك الله شيخنا العزيز وحيا الله جميع متابعيه. شيخنا العزيز الله يبارك فيك. الاخ المحترم علي الزاهر شيعي من المدارس. شيعي، حياك الله وبياك يا عزيزنا يا شيخنا. أدعوك بمناظرة في إثبات آثار الإمام المهدي عليه السلام على طيلة 1200 سنة
اليوم أمس صعدت في هذا البث وأنزلوني مباشرة واليوم نفس الشيء أمام 550 واحد. انزين انا ما اكلم الحمير يعني مو حيوان ولا احنا في البيت ممنوع يا شيخنا ممنوع عندنا. انت شلون تقبل اقعد احكي ويا حمار مثلا ارفع اذنه مثلا واقعد اسولف وياه ما يصير هو حمار يعني قاعد يعني انا اعتب عليك يا اخ علي يعني انت تدعوني لمناظره واحد حمار. طيب عطاهم جميل بغال ماكو فرق حمار كله رافع اذاناته ماكو فرق. عليكم